سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي شيف زاد لينا. صلوا على رسول الله. حبيت اليوم نشارك معكم خبز الدار بطريقتي الخاصة بالسميد فقط، مع واحد المكون هو سر نجاحه، وبيه تحصلي على نتيجة رائعة، وصدقوني يجي خفيف وإسفنجي كيما خبز الفرينة. وقبل ما نبداو ما تنساونيش بدعمكم، ديروا جيم وشاركوا الوصفة مع حباباتكم وفعلوا الجرس باه يوصلكم الجديد ان شاء الله. نبداو على بركة الله مقادير الوصفة تاع اليوم ان شاء الله. توجدي كأول مرحلة مغرفة كبيرة وربع خميرة الخبز، مع مغرفة كبيرة السكر، تحطيهم مع نص كاس ما دافي وتخليهم يتفاعلوا 5 دقائق تكفيك حتى يتفاعلوا. راكي تشوفي الخميرة تاعك تحركيهم مليح كيما راكي تشوفي، وكي تشوفي الخميرة كي تبدا تطلع تتفاعل مع السكر والماء. هذه توجديها كأول مرحلة. وفي المرحلة الثانية توجدي ربع كيسان سميد، كاس غير ربع زيت نكيلو بالكاس، واحد ياغورت طبيعي ياغورت ناتور، مغرفة كبيرة ملح وماء دافي باه تلمي العجينة تاعك. نبداو في التحضير. تحطي الزيت، تحاولي تخدمي الزيت تاعك مع السميد بهاد الطريقة حتى يتقاسو الحبات تاع السميد كامل بالزيت. نزيدو الباط تاع الياغورت الطبيعي، تحطيه قبل الخميرة على خاطر ديما يكون هو بارد. الخميرة تاعنا راهي تفاعلت، تخدميه ثاني بيديك شوية وتضيفي الخميرة اللي تفاعلت لك مع السكر والماء دافي كما راكي تشوفي، وتخدمي بيديك. وهنا تبداي تستعملي في الماء دافي بهاد الطريقة. تبلي العجينة تاعك عادي، نتيا والدقيق تاعك لكان يشرب ديري كيما انا لهنا درتو شويه جاري من بعد يشرب لي خلاص. بعد كي تشوفوها كي تطلع شوفوها بلي شرب لي خلاص الماء. من جهه خلاف توجدي ربع كاس حليب مع ربع كاس ما زهر باه تسقي، وتوجدي العظمه تاعك باه تدهنيها من الفوق الخبزه. حطيت لها شويه قهوه وشويه حليب، مغرف تاع القهوه، مغرف قهوه ومغرف حليب. تخلطي العظمه تاعك شويه سينو شويه زيت باه تلمي العجينه وشويه جلجلانيه. هنايا العجينه تاعي راهي طلعت، نبدا نعجن فيها بهذه الطريقه. هنايا العجن شويه جاني صعيب على خاطر انا صراحه مش مالفه نعجن هكا، نعجن فوق المطرح ولا بصح باه نعتلكم برك باه نصور لكم كيفاه كل وحده تعجن كيما مالفه تعجن. المهم عجني الخبزه تاعك مليح حتى تتعجن. هنايا تعجنت لي، عجنتها تجي كيما ديري الكسرة رخصيص في ما تجيش جاريه بزاف باه تتعجن لك. هاي العجينه تاعك هكا تجيك. هنايا نبداو نسقيو فيها بالنص كاس الحليب والما زهر. تسقيها تسمى ربع كاس ما زهر وربع كاس حليب دافي، لازم دافي. تبداي تسقي العجينه تاعك، تدخلي الحليب في العجينه وتجي العجينه شويه جاريه، جي جي كيما السمنيات اللي مالفي يدير السمنيات. ها كي تشوفي القوام تاع العجينه من بعد ما سقيتها تستعملي شويه زيت باه يسهل عليك خاطر لهنا تولي تبدا تلصق لك كي تعود جاريه كيما راكي تشوفي. وتخليها ترتاح شويه باه تجيك سهله باه تطرحيها واحد 10 دقائق هكاك. توجدي البلاط تاعك تاع الكوشه كيما راكي تشوفي لهنا دهنتو بالزيت، دهنيه مليح لا كان يلصق. انا
بلا تاعي ما يلصقش، بصح نفضل ندهنو. توجديه وتجيبي العجينه تاعك. انا لهنا العجينه تاعي مازالت ما ركحتليش مليح باه نطرحها، زدت سبورت عليها، تخليها ل10 دقائق هكاك باه تجيك ساهله كي تطرحيها. انا طرحتها كيما راكي تشوفي، طرحيها مليح تجيك ساهله، على خاطر راهي العجينه جاريه شويه. ومن بعد كي تزيد تطلع تزيد تحكم لها فورم تاع البلاط مليح بهذه الطريقه. تحاولي تضغطي على النص، تضغطي على النص لخاطر ديما يجي هو اللي طالع شويه. وتدهنيها، ندهنوها بالعظمه والحليب والقهوه اللي وجدناها. هنايا جاتني شويه ماهيش خفيفه، عاودت حركتها. تدهنيها، تزيين يبقى اختياري، انتي واش تحبي سينوج برك حطي سينوج برك، تحبي جلجلانيه برك تحطي جلجلانيه برك، تحبيهم مع بعضهم حطيهم مع بعضهم. انايا نشتيهم في زوج، حطيتهم في زوج. تسخني الفور تاعك على 180 درجه، لازم الفور تسخنيه من قبل. انا كي نوصل لهذه المرحله نشعل الفور تاعي، نوجدها كيما راكي تشوفي، ونخليها ترتاح 4 دراج. لكن في الصيف اي ربع ساعه تكفيك، في الشتاء 4 دراج. حطيتها قدام الفورنو، انا شويه الحال بارد. هنايا راهي طلعت لي، تكون الكوشه تاعك سخنت، تحطيها طيب. وهنايا الخبز راهو واجد، تحمريه، طيبيها من تحت وزيدي طيبيها من فوق، حمريها. هذا الخبز تاعنا اليوم، هاكي تشوفي فيه لهنا مازال سخون، ما بديتش نحكم فيه شويه بيدي، بصح صدقوني راهو جا رايع، جا اسفنجي خفيف، تحطيه كلي درتيه بالفارينه وهو سميد. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم، وتدعيو لي لخويا ربي يرحمه ويوسع عليه، وديروا لي جيم وتبارطاجيو لحباباتكم باه تعم الفايده ويوصلكم الجديد ان شاء الله كي تفعلوا الجرس. هاكي تشوفي فيه خبز الله يبارك، اسفنجي ما تصوريش كيفاه، والله ما تشبعوا من الماكله تاعو. نتمنى تجربوه، وشهيه طيبه، ومرحبا بكم في قناتي شيف زاد لينا.